السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس وأكبر عدد من الشباب اللي هم نفسهم يبطلوا تدخين، وربنا يكرمكم جميعا بإذن الله. أنا عندي تجربة شخصية، أنا مبطل تدخين سجاير بقالي سنة ونص. الحمد لله. كتير هيسألني عملتها ازاي وامتى وفين وازاي الطريقة وازاي احنا مش قادرين وحاولنا بكل الطرق. انا هحكي تجربتي، ممكن ربنا يكرم ان شاء الله، وفي ناس تاخد بكلامي وفي ناس تاني ربنا يهديها ربما ما تاخدش بكلامي، وربما في ناس تقدر تاخد الخطوة دي ان هي تبطل، وربما في ناس تاني ربنا يتولاها وسعيدها، وفي ما بعد ان شاء الله برضه تبطل يعني. طيب، الغرض من الفيديو ده ان احنا كلنا نستفيد، وان انا افيد اكبر عدد من الناس، زي ما انا في وقت من الاوقات كنت بدور على فيديوهات معينه وبتاع عشان ابطل. انا اول شيء قبل ما ابطل السجاير قعدت فتره كبيره قوي، يعني ممكن 6 شهور او 8 شهور، تمام، وربما سنه، وانا دماغي كلها انا مش عايز اكون نفس الشخص ده، نفس الشخص المدخن ده. انا مش عاجبني حياتي كده. عندي مشكله على طول في الجيوب الانفيه، على طول بيجي لي صداع. طيب وبعدين مأثر عليا، عصبي، متضايق. فخلاص حطيت النيه شهر في التاني ان انا بدات افكر ان انا ابطل. طيب احاول يوم ما اشربش بتاع، ما ظبطتش. قلت خلاص، انا في مره من المرات من ضمن المحاولات قلت انا هحاول ان انا اشرب، اقلل عدد السجاير. وقد كان العلبه بتاخد يوم ونص بقت تاخد يومين، اليومين بقوا 3، وصلت ل4. تمام. بس بعد ما بتخلص اخر سيجاره بتفضل تشوف صاحبك، تشوف منك في شغلك، في البيت، في ايا كان، جيرانك، عايز سيجاره، حد ما اروح اشتري بتاع، وفي غالبا بتروح تشتري. يعني قلت عرفت انه الحل ده مش مظبوط يعني، او ما مشاش معايا. طيب اعمل ايه؟ انا هبطل مره واحده. انت اخر سيجاره كده كانت معايا، اخر سيجاره انت اللي عم بصيت لها كده، انت اللي مطلعه عيني، انت اللي تعباني. قبل ما اخد الخطوه دي كنت بفضل ربنا بعمل عمره، تمام، وانا قدام الكعبه والله هذا حصل. دعيت ربنا ان انا ابطل سجاير، والدعوه كانت غير كل دعوه. الدعوه دي كان فيها صدق نيه، انا يعني يا رب ساعدني يا رب ان انا ابطل العاده دي، ساعدني يا رب ان انا ما اكونش الشخص المدخن ده. قبل كده كنت بدعي، بس في لحظه كده اكيد انت ممكن تحسها في بعض المواقف يعني، او انك بتدعي من قلبك، بتدعي بجد بصدق. بصيت للسيجاره، انت اخر سيجاره، والحديث اللي تقريبا معظمنا بيعمله يعني. فقررت ان انا خلاص. عديت اول يوم متوتر شويه، المود بدأ يقفل. فكتبت على الفيس ان انا بقالي يوم مبطل سجاير. فواحد صاحبي دخل كلمني، قال لي استمر وكده، وانا اقول لك على نصيحه. هو كان مدخن، قال لي حاول انك تنام اي وقت تحس انك انت تعبان وبتاع وبتبدا وجالك النوم، اهرب على طول بالنوم. اول يوم عدى، تاني يوم عدى، متضايق، متقرف، مش احسن حاجه يعني، دماغي مش احسن حاجه. انا متعود الفطار القهوه والسيجاره، بعد الغداء السيجاره، اكله حلوه كده على العشاء سيجاره، انت مرتبط، طلع افتح اشرب كده. المهم جيت عديت اسبوع، كان ممكن نقول ان انا بدات الجمعه، على يوم الخميس اللي بعده كنت في الشغل، فقعد جنب واحد صاحبي بيشرب سيجاره. انا ريحه السيجاره دخلت في غشيشي زي ما بنقول. ادينا سيجاره. ضعفت. اخدت سيجاره وانا بشربها، حسيت الطعم مش هو ده الطعم بدأ يتغير. يعني بقيت ان انا طعم السجاير في بقي مش هو ده الطعم الحلو، او اللي احنا ريحه السجاير. فطلع انه انا عرفت بعد كده يعني انه لما انت تقعد كام يوم ما بتشربش، بتبدا الحواس عندك تشتغل، الشم والتذوق
انت بترجع لفطرتك السليمه، فبتحس انه السجاير دي مش حاجه حلوه اساسا. زي كده اول سيجاره لما جيت تشربها، لو تتفكر لو تتذكر معايا اول سيجاره كانت عامله ازاي. اول سيجاره انت شربتها انت اساسا كحيت واتضايقت وريحه بقك وحشه وطعمها وحش، بس بتعافر. عافرت في الثانيه وفي الثالثه وبكره واستمريت وي عشان توصل لانك انت للاسف يعني تبقى في المشكله دي، اللي انت ربما ناس عمرها كله ما عرفتش تبطل العاده السيئه دي. المهم شربت السيجاره، خدت نصها طعمها مش، قلت بس امسك في الحته دي، امسك في الحته دي. لا ده ايه الطعم ده، ازاي دي بنشربها؟ وبدي عقلي ايه حاجات كده اللي هو ازاي انا كنت بشرب دي، ايه القرف ده. رحت جاي متخلص منها. بدأ اول اسبوع عدى على خير، عندي حافز اكتب على الفيس، عدى اسبوع الناس تدخل برافو وجدع حمد استمر وعاش وعاش وبطل. بصراحه كلنا او مش كلنا، انا هتكلم عن نفسي، انا بحب كنت يعني بحب الشعور ده اللي هو بحس بانتصار معين كده وان انا حسيت عملت حاجه كبيره يعني. اسبوع جاب التاني، تمام، بدات تواجهني مواقف سواء في الشغل او في غير الشغل. المواقف دي كانت مرتبطه معايا بالسجاير. فهنا كان نقلت لنقطه تانية، هي نقطه الصبر والتحمل، ان انا لازم اصبر. بقت بتواجهني مشاكل افكر انا لازم اشرب سيجاره، بعدين اقول لا 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 لا، اهدى على نفسك شويه، لازم باذن الله اكبر الله اعظم. كنا بنتكلم في نقطه الصبر، فانا قعدت اتعرض لمواقف كتير محتاجه مني صبر. في مواقف كنت انا بتعصب فيها في الشغل او في الحياه الشخصيه، او يعني حاجه كلها حاجات من هذا القبيل. الاقي دماغي اوتوماتيك، انفعالاتي مرتبطه بالسيجاره، السجاير. طب اعمل ايه؟ قدر المستطاع كنت بحاول اتماسك، ان انا يا رب انا عديت اسبوع، عديت اسبوعين، طب انا قربت اكمل شهر، ازاي هضيع الفتره اللي عدت دي كلها؟ حرام حرام عليا، ده انا قطعت شوط كبير. يعني انا كنت بحلم بيه، انا كنت حلم حياتي اقعد يومين ثلاثه ولا اسبوع، دلوقتي اسبوع واثنين والثالث تقريبا وهدخل في الرابع. فقلت لازم اتحمل. فقعدت ان انا مثلا في الوقت ده بجيب حاجات اللي هي إيه كنت بشرب قهوه وما زلت طبعا من الامانه يعني، تمام. بشرب قهوه، تمام، وطعم طبعا مش نفس طعم بالسيجاره وكده، لكن هو حبه بتديلك تنبيه شويه كده، وعدد شرب للشاي زاد شويه. وبقيت بجيب بقى حاجات مسليات كده، لب. بالليل مثلا مزاجي هف كده على سيجاره وبتاع، انزل اجيب ايس كريم، شوكولاته، حاجه احس ان هي يعني ايه اقطع عاده بعاده. عشان تبطل عاده لازم تستبدلها. فانا قعدت في الفتره دي اللي هو طب خلاص انا ما فيش سجاير، انا هراضي نفسي كده بفاكهه، اجيب تفاح وموز اخليه جنب مني، بالليل كده اقوم اعمل عصير. قضيتها كده يعني حاجات تعوض. هي مش طبعا بتعوض النيكوتين لا، بس يعني عاده كده، حاجه حلوه من الاخر يعني، تغير طعم بقك او بس. فقعدت مش فتره كده، دخلت في الحمد لله عديت اول شهر، حسيت الموضوع بدأ يركز شوية. كتبت على الفيس عدى شهر من غير ولا سجارة. طيب هنا بقى كان في نقطة عاملالي أزمة، صحابي كلهم مدخنين. طيب هعمل ايه او انت تعمل ايه او انا عملت ايه؟ انا اكيد ما خصمت صحابي، بس انا قللت تواجدي معاهم، خاصة في اللحظات اللي هم بيقعدوا يشربوا فيها. كنت بخلص شغلي، بما ان انا مغترب مش قاعد في مصر، فكنت بخلص شغلي وعلى السكن بتاعي في الأوضة في الغرفة بتاعتي بقفل عليا. حتى لو في ماتش ممكن اتفرج عليه على الموبايل مع نفسي، ما اطلعش في التجمعات اللي هم بيقعدوا اصحابي يدخنوا فيها. قعدت اعمل كده مش يوم ولا اتنين، تقريبا شهور. ناكل مع بعض وبتعمل كوبايه الشاي بتاعتي، كنا متعودين نقعد نشربوا الشاي والسجاير قدام التلفزيون، لا خلاص. ليه؟ لانه انت غصب عنك هتقول لي الاراده جميله وكل حاجه وكلنا عندنا اراده وبتاع، بس اراده في يوم، في الثاني، في الثالث، في الرابع، بعد كده ممكن تقع. طب وانا اللي انا بنيته اضيعه؟ لا طبعا. بس فاخدت بالي ان انا يعني اتجنب شويه
القعدات اللي هي فيها شرب سجاير وتدخين. عديت فترة كبيرة، جات عليا وقت إن أنا نازل أجازة. صحابي في مصر 99.9 مدخنين، بس كان عدى على الفترة دي بقى، يعني الفترة اللي أنا بكلمكم فيها لحد ما جيت أنزل كان ممكن عدى 7 شهور أو 8 شهور حاجة كده. قلت أنا هشرب، أنا نازل مصر، فأنا قعدة القهوة وكده أنا هشرب. فعملت حاجة ممكن تستغربوها جدا جدا جدا، لكن ده اللي كان بيتم يعني. كنت بنزل أقعد على القهوة، تمام، وعامل مكافأة لنفسي إن أنا اليوم اللي أنا مش هشرب فيه أنا مروح هجيب بتمن السجاير حاجات حلوة لأولادي الصغيرين، ربنا يبارك فيهم يا رب ويبارك في أولادكم جميعا. واخد كام؟ كل يوم أنزل على القهوة، هبقى عايز ابقى قاعد معاهم في القعده وعايش في المود وبتاع، اللي يطلب شيشه وريحه التفاحه وريحه السجاير وبتاع، اقول لا، انا معايا ثمن السجاير بس انا ومروح هفرح بيها عيالي وافرح بيها نفسي، وهجيب لهم حاجات حلوه وكلنا نقعد ناكل كده ونقرمش وبتاع، واليوم يعدي جميل. قعدت الاجازه عدت الحمد لله على خير، وربنا يا رب كرم كبير من عند ربنا ان انا ما دخنتش نهائي. رجعت تاني تمام على شغلي، يعني فشلتش، ودي حاجة سيئة جدا 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 أكيد بتعاني منها كصحة، كوضعك المادي حاليا. السجاير بقت بأرقام غريبة جدا بسمعها أنا، نفسيا وصحيا، فكلها دي حاجات مش هتريحك فيما بعد ولا في الوقت اللي انت فيه. فحاول انه تقلع عن التدخين وتبطل سجاير، وربنا يكرمكم جميعا يا رب يا رب يا رب تستفيدوا. لو استفدت حاجه من الفيديو ده يا ريت تشيره او تبعته لحد بيحاول ان هو يبطل تدخين، يمكن يساعده يكون لنا الاجر. ولو حابب تشترك في القناه عشان احكي لك تجاربي، عندي كم تجربة كده، يعني مش تجارب كبيرة لكن تجارب حياتية وتجارب إنسانية وتجارب تشبه حكاياتنا وتشبه تجاربنا، فحابب أحكيها لك. يا ريت تشترك في القناة، وجزاك الله خير. السلام عليكم.